اختي انا مش عارفه ايه البطر ده. دي الواحده مننا بتتنشأ على عريس، ودي جاي لها جوز بحاله ومكبره. اهم حاجه في الجواز الحب. الحب اوبشن مهم وكل حاجه، بس انا من رايي ان الحب الحقيقي بيجي بعد الشقه التمليك والعربيه، وساعتها نلعب بقى. ايه الكلام الفاضي اللي بتقوليه ده؟ انا كل اللي بحلم بيه ان فارس احلامي يخطفني على الحصان الابيض، مش على كبوت عربيه 128. وبعدين الحب الحقيقي بقى عمله نادره قوي اليومين دول. ليه؟ هو عليه صورة الملك؟ ما الحب يا اختي مرطرط في الاسواق مش لاقي اللي يلمه. ده الشباب قاعد في السايبرات بيتنشأ على ايميل من انثى. الحب الاستثماري بيجي بعد الشقه التمليك والعربيه. اسمعي كلام. كل ده بيجي بعد الحب، عشان الحب اللي بجد بيصنع المعجزات. مش كده يا دبدوبي؟ يا حبيبتي اسم الله عليكي. طب ما كلنا بنحب المنتخب القومي، ما دخلناش ليه كاس العالم؟ ها؟ ودي باختصار يا عمي بقى قصة حياتي مع أول فرشة معجون ضربتها في أول حيطة، في أول عمارة دهنت واجهتها في أول فيصل، إلى آخر برج شطبت من أسبوعين على المفتاح، آخر متر مصطفى النحاس، سوبر لوكس، دهانات حديثة، أبواب إيطالي، تسهيلات للجادين. عمي خلصت الدهان؟ أنا بقول لك تسهيلات للجادين. يا عم تسهيلات ايه دي؟ انت تعرف تسهيلات ولا شفت في عمرك تسهيلات؟ ده احنا حدانا في البلد تبني لك مصطبه كده تقعد تدفع في قسطه 40 سنه. والله يا حبيبي الكلام اللي انت قلته وانا ما سمعتوش ده شيء جميل. على العموم يا عمي لو ناوي تاخد لك حاجه بحري كده ما تكونش متعوره. متعوره؟ قصدي ما تكونش مجروحه. سيبك انت من كل الكلام ده. الاقيش عندك حته اسكان شباب 28 30 متر، بلاش خليهم 15 12 متر. ايه اللي بتقوله ده يا عم؟ ما انا هعيش فيها بطولي. حلوه حلوه. حلوه. يبقى ايه ضحكتني؟ عشت يا تيزة. اسمها عايده يا ماسخ، قول لها يا خالتي عايده. لا بصحيح اصلك مش اتم زي بقيه الصحفيين زملات ريهام. لا اصل انا صحفي فن وهلسو حاجات من دي. يبقى ايه؟ من الاخر بتاع سيجاره وكوبايه. يا واد بطل هزار بقى. يا تيزة انا استريحت لك وهديكي سرك، لا هقول لك بقى روحي اسالي عني ولا حفظ العيال اللي في شارعنا يقولوا ايه. تاكلي موز؟ ما خلاص يا ماسخ، اخلص التفاحه دي ونبقى نقرا الفاتحه انا وانت. وان حصل نصيب ان شاء الله يا عم يعني انا شقتي اللي في زهراء مدينه نصر على البيكو على المفتاح. بس فين العروس يعني؟ محدش شافها لغايه دلوقتي. والله يا ابني ما انا عارف، بس اظن انها عند الكوافير. كوافير؟ انت عندها لي مفاجاه وهتجوزني النهارده يا عمي؟ مش حلوه مش حلوه. امسك يا اهدي هوني قرد. بالنسبه بقى لتفاصيل الجواز، الشقه، العفش، الملايات، الخلاط، النجف. ايه يا ابني الكلام اللي انت بتقوله ده؟ احنا ما يهمناش الكلام ده خالص، ده احنا بنشتري راجل. الله انتوا واقعين بقى. حس كده افرض شروطي. واطي. طب يا سيدي انا اسف شرفت. اتفضل. شكرا يا عم. راح فين؟ راح وانا بقول لك اتفضل على المطبخ. اتفضل من هنا. حاضر. مع السلامه. مع السلامه. هي دي عروستي. ايوه هي. ما انت لو طولت شويه هتشوفها كويس. مع السلامه. مع السلامه. استنى. ايه ده؟ وساخه في مربع 8. استنى. يلا مع السلامه. مع السلامه. عسل. ميرسي يا تيزة، ميرسي يا حبيبي، ربنا يخليكي. انا خلصت بالليل بقى على الموبايلات. طيب استاذن انا. شرفتنا. ميرسي يا تيزة، ميرسي. انا شرفت يا حبيبي. ميرسي يا عم. اسمع يا طروقه يا عسل انت، ها؟ انا يومين كده اخد ودي مع نفسي وبعدين ابقى ارد عليك على مسألة عليك في المنطقه عندكم، ها؟ وما تاخدش براي حد تاني. يلا مع السلامه. مع السلامه. خلاص اتفضل يا باي باي يا عمي. مع السلامه. باي. مع السلامه. الله يسلمك. مع السلامه. ها؟ مين ده؟ ده اللي لقيناه في الشقه اول ما خدناها، بس مش مدرب. اوكي. اتفضل يا حبيبي. طب رشه بقى. ها؟ ان شاء الله يا حبيبي. هيجي لك تاني يا عم، هيجي لك تاني يا تيزة. تشرف في اي وقت. ميرسي. ايوه. ها يا عمي اتاخرت عليكم؟ يا عم امشي بقى. في ايه؟ اسيب لك البيت يا عايده؟ عسل. عسل.